السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة بأمر كرة عالمية، أخبارنا العالمية والمحلية. لايك وشير ودعم من القناة عشان يوصل لك كل ما هو جديد. الاتحاد العربي لكرة القدم عاوز الأهلي يشترك في البطولة العربية بأي طريقة، بأي طريقة. بعد طبعا دعوة للنادي الأهلي، وعارف النادي الأهلي وعارف ظروفه وعارف إن الأهلي في كام بطولة مشترك. يعني ممكن الأهلي مشترك في دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري والسوبر المصري وكاس مصر و... وعندك السوبر الافريقي، وفي بطولات تاني ممكن مثلا السوبر الافريقي والسوبر المصري، ولو ربنا كرمه وخد دوري ابطال افريقيا يصعد كاس العالم للانديه. فالاهلي عايز الاتحاد العربي للبطوله العربيه مسماه الجديد اسمه كاس الملك سلمان. عايز الاهلي باي طريقه يشترك في هذه البطوله. عايز طبعا البطوله تنجح جماهيريا وتسويقيا، وعارف النادي الاهلي قد ايه ان النادي الاهلي ناجح جماهيريا وناجح تسويقيا، وقد ايه في العالم كله جماهير النادي الاهلي. فبيدعو النادي الاهلي، وكمان يعني قال له ايه كمان، احنا البطوله هتقام في السعوديه، ماشي. دور من 37 فريق، في دور تمهيدي 5 فرق هيلعبوا، الاهلي مش هيشترك فيهم. والدور الثاني من 32 لحد نص السلطه، يعني 16 فريق. دور 32 الاهلي برضه مش هيشارك فيه. قال لك الاهلي لو شارك هيشارك من دور المجموعات، دور ال 16. عندك البطوله هتقام في السعوديه، دور تمهيدي من يوم 7/3، ثم بعد كده مرحله دور المجموعات من 16 نادي، طبعا يصعد اول وثاني من كل مجموعه. هتقام في السعوديه من 20/7 حتى 5/8. لو شارك الاهلي هيلعب من دور المجموعات، زي ما قلنا من دور المجموعات اللي هو دور ال 16 فقط لا غير. جوائز ضخمه، اللي هياخد البطوله العربيه هياخد 3 مليون دولار، التاني هياخد 2 مليون، 2.5 مليون دولار، والربع النهائي 200 ألف دولار. ودور المجموعات طبعا دور المجموعات 16 بس هياخد 100 ألف دولار. الأهلي لسه بيدرس الموقف ويدرس الإغراءات المالية من هذه البطولة. لسه الأهلي ما قررش حسمه في المشاركة العربية، هل هيشارك ولا لا. وزي ما قلنا إن الأهلي بيشارك في كذا بطولة. الأهلي جماهيريته وفي العالم كله بتنجح أي بطولة. عندنا السعودية كمان أعلنت رسميا إنها تستضيف كأس العالم للأندية 2023 الجاري من يوم 12 حتى 22/12 السنة دي. وكمان أعلن الفيفا إن كأس العالم للأندية 2025 هيقام من 32 فريق، هيقام من 32 فريق. طبعا توزيع المقاعد كالعادة، أوروبا بتستولى على الكل. في أوروبا بتستولى على المقاعد كلها. أوروبا 12 مقعد لأوروبا، و6 مقاعد لأمريكا الجنوبية، وأربع مقاعد لآسيا، وأربع مقاعد لأفريقيا، وأربع مقاعد لأمريكا الشمالية، ومقعد واحد لدول الأوقيانوس، ومقعد واحد للمستضيف البطولة. ده بداية من 2025. لكن اللي يصعدوا مين هم؟ يعني السبع فرق الابطال. هل الوصيفه يصعد؟ ما نعرفش لسه. هل مثلا لو في افريقيا بطل الكونفدراليه مثلا الوصيفه يصعد، او بطل السوبر؟ لسه ما تحددش مين هو اللي يصعد. لكن 32 فريق. عندنا الخبر الثالث طبعا، سموحه، مباراة الزمالك وسموحة وابراهيم نور الدين والعك اللي حصل من الحكم. سموحة طبعا قدم شكوى في ابراهيم نور الدين. طبعا منظومة كما قال احمد سامي، منظومه كلها فاسده. منظومه او ابراهيم نور الدين لعب او حكم لاجل نادي، وقال لك انا مش هقدر اتكلم اكتر من كده. كمان جميع الحكام طلعوا وقالوا ايه؟ قالوا ان احنا بنرجع لورا 10 خطوات لورا. النهارده تم ايقاف ابراهيم نور الدين، واعلنت لجنه الحكام ايقاف ابراهيم نور الدين لاجل غير مسمى. تخيلوا، طلع عندك نائب رئيس لجنه الحكام توفيق السيد قال ايه؟ ابراهيم نور الدين تم وقفه بسبب
بسبب ايه؟ تخيلوا، مش بسبب هذه المباراه، قال لك بسبب اختراقاته او اختراقه التعليمات عقب مباراه الزمالك وسموحه. واكد النائب الرئيس اللي هو توفيق السيد ان الاخطاء وارده في كره القدم، ممنوع اي حكم يقوم بتبرير اخطاء او الظهور في لقاء تلفزيوني للحديث عن حالات المباراه، ومفيش حكم يخطأ او يخطئ عن عمد، أو يخطئ عن عمد. وعلى الجميع دعم التحكيم. يعني ان احنا وقفنا ابراهيم نور الدين علشان طلع في لقاء تلفزيوني واتكلم واخترق التعليمات اللي هم قايلينها، مش بسبب ان هو اخطأ في حق سموحه او اخطأ في المباراه عامه. هو ده التحكيم المصري. عندك دوري ابطال اوروبا، طبعا زي ما قلت هو اتكلم كتير. دوري ابطال اوروبا دي احسن بطوله واعظم بطوله، دوري ابطال اوروبا، وامتع بطوله زي ما قلنا. بدات امبارح بلقاءين، ميلان وتوتنهام. ميلان فاز على توتنهام طبعا في ايطاليا 1-0. وعندك اللقاء، طبعا اللقاء اللي كله شافه واللي كله كان مستنيه، بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، او باريس سان جيرمان عشان اللقاء في فرنسا، وبايرن ميونخ. طبعا فاز بايرن ميونخ 1-0 على باريس سان جيرمان. المباراه كانت قويه جدا، ممتعه. ولكن انا دايما بقول القوه هي اللي بتغلب، السرعه هي اللي بتغلب. بايرن ميونخ بيلعب بنظام دفاعي بحت، نظام في جميع الاماكن. على فكره بايرن ميونخ لعب امبارح 3-4-2-1، 3 في الدفاع، 3-4-2-1، واللي تكسبكم العبوا. باريس سان جيرمان لعب 4-4-2. باريس ميسي صاحب كاس العالم، امبابي وصيف كاس العالم، نيمار من احرف اللعيبه في العالم. ورغم كده المهاره واحده ما تكفيش يا جماعه، المهاره ما تكفيش. فازت باريس على بايرن ميونخ 1-0 في دوري ابطال اوروبا. النهارده طبعا عندك مباراتين النهارده، وعندك مباراتين النهارده. عندك مين اللي عندك النهارده؟ بروسيا دورتموند في تشيلسي، وعندك كلوب بروج وبنفيكا. قبل ما انهي الحلقه، ليفربول اول امس فاز على ايفرتون 2-0، ومحمد صلاح جاب هدف. يعني ليفربول لسه الامل مش في البطوله، الامل ان هو يصعد دوري ابطال اوروبا. النهارده مباراه هامه جدا ما بين ارسنال ومانشستر سيتي. الاول ارسنال والثاني سيتي. على فكره الاول ارسنال عنده 51 نقطه وسيتي عنده 48 نقطه. لو فاز سيتي هيبقى متساويين في النقاط، ولكن ارسنال ليه مباراه متاجله. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.